انت عارف ليه انت مهموم وحزين وقلبك دايما مكسور؟ عارف السر؟ انت مش فاهم ليه؟ تعالى وانا اقول لك السر. خليك كمل الفيديو للاخر، هتفهم وهتتعلم وان شاء الله تطبقه في حياتك. سر في الناس اللي حواليك اللي انت دخلتها وقعدتها في قلبك وجرحوك وكسروك وسابوك ومشوا. قسم قلبك دوائر. الدايره الاولانيه هي دايره القلب، ودي الدايره اللي بيكون فيها اشخاص قليله جدا، شخص او اتنين بالكتير قوي. دول الناس اللي بيحبوك من غير غيره، من غير مصلحه، من غير ما ياخدوا منك حاجه او يكسروا فيك حاجه او يجرحوك بحاجه معينه. الناس اللي بتحضنك وقت كسرك، وقت ضعفك، الناس اللي بتطبطب عليك وقت حزنك. ربنا سبحانه وتعالى قال: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني علاقتك لازم تكون قايمة على التقوى، على الصدق، على صدق النوايا، على الود والمحبة. مش أي حد يضحك لك أو يبتسم لك أو يقول لك كلمتين حلوين تاخده في قلبك وتقعده في الآخر مش هيكمل وهيجرحك ويسيبك ويمشي. تاني دايرة، دايرة المعارف، ودول ناس كتير قوي هتلاقوهم حواليك، بنلعب سوا وبنضحك سوا وبنخرج سوا. الناس دي هم قريبين منك بس مش للدرجة ان هم يعرفوا دموعك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الناس دي اختارها بعناية لانها هي الدايرة اللي بعد دايرة القلب. الناس دي مهمة برضو. مش كل اللي بيشاركك الضحكة يستاهل يعرف دموعك، يستاهل يعرف اسرارك. لازم كل واحد له حدود ما يتخطاهاش. لازم كل واحد في حياتك تبقى عارف وفاهم، وهو عارف وفاهم أوله فين وآخره فين. حط حدود لدوائر حياتك هتلاقي نفسك مرتاح. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التعاملات، زي موظف بنك، بياع، زميل بعيد. الناس دي عاملها بأدب واحترام وبأخلاق، بس ما تقفش تحكي لهم مراتي وابني واخويا. الناس دي انت ما تهمهاش، فانت ليه بتدي لها معلومات عن حياتك وهم مش عاوزين؟ دايما خلي حياتك صندوق اسود محدش يقدر يكتشفها. مش من اول ما حد يضحك لك او يبتسم لك او يقول لك مالك او الكلام ده كله تخر له وتجيب كل اللي في الصندوق. خليك طيب، بس خليك طيب واعي. خليك طيب تحب نفسك، تحب قلبك، تحب حياتك. تالت دايرة وهي دايرة الحذر، والدايرة المهمة قوي اللي ممكن تكسرك أو بعدك عنها يرفعك ويكون سبب في إنك توصل لهدف وقمتك. الناس دي هي الناس السامة، هي الناس اللي بتحبطك وبتكسرك وفي وقت ضعفك بيدوس عليك، وقت حزنك بيدمروك. الناس دي لازم تبعدها عن حياتك. ابعاد المؤذي عنك مش ضعف، ابعاد المؤذي عنك هو نقطة قوة لازم تستخدمها في حياتك. ابعد أي حاجة بتأذيك عن حياتك وعن نفسك وعن قلبك اللي يستاهل إنك تتعب عشان تريحه. ابعاد المؤذي راحة ليك وراحة لنفسك وراحة لقلبك. ما تعاملوش إنك سيء